السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم طريقه عمل البشاميل واقول لكم انا بعمله ازاي. انا هنا كان عندي ميه سلق المكرونه انا بستعملها في البشاميل. اللي مش عايزه تستخدميها استخدمي شوربه عادي، بس هي بتساعد على، هي بتبقى فيها نشا اصلا. المكرونه بتنزل النشا بتاعتها، فبالتالي بتساعد على الايه، على التقل بسرعه. فانا هنا حطيت ميه سلق المكرونه عليها بالظبط نص كيلو لبن او كيلو الا ربع لبن. ماشي. وهحط 4 معالق سمنه. انا حطيت معلقه على البارد، كل ده على البارد. مولعيش البوتاجاز غير لما تقلبي كله في بعض. انا بعمله ني في ني عامه يعني. دي طريقه حلوه جدا، انا من ساعه ما اتجوزت وانا بعملها. حط بقى هنا الدقيق بردك على البارد، هوريكم بردك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط الاول بعدين هقلب. خليكم معايا. هحط مقدار 5 معالق دقيق كده. هقلب بقى كده، اخليه ملوش اثار، يبقى زي اللبن. وممكن تضربيه في الخلاط عادي، بس لو كمية كبيرة يعني اعمليها كده ناي عادي، مش هيحصل لها حاجة فوق. ماشي كده. بقى هولع الايه، النار. خليكم معايا بقى. هنا بقى هحط ايه، هحط مرقة دجاج، مكعب دجاج كده بدل الشوربة. كده كده انا حاطة ملح في مية المكرونة، فانت كده كده هتدوقيها. عايز ملح هتحطي. ماشي. هحط فلفل بردك شوية صغيرة، رشة صغيرة قوي، رشه صغيره فلفل. انا افضل لو عندك فلفل ابيض احسن، عشان الفلفل الاسود بيغمق البشاميل. بس انا بصوا بقى كده، انا بقلب اهو، بدا يتقل معايا. 10 دقايق بالظبط ويكون البشاميل جاهز، ولا في كلاكيع بقى واللي بتشتكي من ما بتعرفش تعمل البشاميل. دي اسهل طريقه للبشاميل. يعني انا كنت بعمل، يعني انا جربت بكذا طريقه، بس دي احلى طريقه عجبتني صراحه يعني. بتدي طعم بقى كمان في البشاميل اللي بتطلع كده في المكرونه، بتبقى سايحه وجميله جدا. جربوها ان شاء الله يا رب تعجبكم. انا بقى استنى عليه لغايه ما يتقل شويه كده معايا، وهوريكم بردك السمك بتاعه. بصوا هنا ما شاء الله عليه، خلاص كده السمك كده حلو. انا ما بحبوش تقيل قوي على فكره، يعني يبقى ولا تقيل ولا خفيف. وعلى فكره انا بضيف له البيضه لما يبرد خالص، بيضه واحده، وممكن ما تضيفيش زي ما تحبي. انا هوريكم السمك بتاعه بالخبشه دلوقتي. ثانيه بس معلش. بص السمك بتاعه، ما بحبوش ايه، تقيل قوي يعني، كده جميل جدا. بس وهطفي عليه النار بقى خلاص كده. وعندك احلى بشاميل. ممكن تحطي فيه جبنه موتزاريلا لو حابه للمكرونه، لاي حاجه تانية. بس تسيبيه ايه يعني يبرد سنه، عشان ما تسحش فيه قوي وما تعملش مفعول لما يخش الفرن. ماشي. ويا رب يعجبكم. انا دلوقتي هرص المكرونه وهوريها لكم برضه.